تفتح عينيك على نسيم بارد يمر فوق جبال وعرة. لا مدن حديثة، لا طرق معبدة، فقط أرض قوية تختبر فيها من أول لحظة. أنت الآن في المغرب القديم، حيث لا مكان للضعف. إما أن تتأقلم أو تختفي. تنظر حولك، قبائل تتحرك، كل واحدة لها أرضها، شرفها وقوانينها. أنت لست فرداً فقط، أنت جزء من جماعة تحميك إن كنت قوياً وتتركك إن كنت عبئاً. وهنا تفهم أول قاعدة في هذا العالم قيمتك تثبت، لا تعطي. تسمع أسماء تتردد، رجال صنعوا التاريخ. يوغرطة الذي تحدى روما بدهاء، وماسينيس الذي وحد القبائل وصنع قوة يحسب لها حساب. وهنا تدرك أن هذه الأرض لا تنجب الضعفاء، بل رجالا يواجهون إمبراطوريات. تتدرب، تتعلم القتال، تركب الخيل، لأن الخطر ليس بعيدا. روما تقترب، الإمبراطورية الرومانية تريد السيطرة، تريد إخضاع كل شيء. لكن هنا الأرض ليست سهلة، والرجال ليسوا لقمة سائغة. تبدأ المواجهة ليس دائما بالسيوف، بل بالعقل، بالكر والفر، بالصبر. لأن من يندفع دون تفكير يسحق. وهنا تتعلم درسا لا ينسى: الذكاء في الحرب أقوى من القوة نفسها. تمر السنوات، تسقط قبائل وتنهض أخرى، لكنك أنت ما زلت واقفا، لأنك فهمت كيف تعيش في أرض لا ترحم، وكيف تقاتل من أجل هوية لا تشتر. وفي النهاية، نعم، صمدت. نعم، كنت جزءا من أرض لم تكسر رغم كل الغزاة. نعم، عشت في مغرب قديم صنع رجاله تاريخهم بأيديهم. لأن هنا لا يعيش إلا من يعرف قيمته ويحميها حتى آخر نفس.